طب رئيس قطاع المعاهد الازهريه ما عندوش علم بهذا الامر؟ يعني هل ليه رئيس قطاع المعاهد الازهريه ليه سلطه ان هو يغير في مثل هذه الامور، ولا شيخ الازهر فقط لا غير هو اللي يتكلم في الامور ديت او يشوف؟ ليه انا على فكره من خطبت شيخ الازهر كتير، وخطبت بعض المسؤولين كتير في احدى القنوات الفضائيه، ودايما بقول يعني حتى ان الاكثريه بتزعل. يعني اقول لك مثلا احنا، يعني انا اعتبر مثلا قد اصغر مثلا حد، او مثلا اصغر طالب او قد اصغر طفل عند شيخ الازهر مثلا. فانا لا ينبغي ان انا اطالب شيخ الازهر، لكن انا بعمل لله. يعني انا سبحان الله عندي وجهه نظر بقولها وخلاص بعرضها، صح ولا لا؟ انا بعرض وجهه نظر، اخذ بها ما اخذش بها لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر. فانا بعرض الامر. انا بقول دلوقتي الازهر الشريف عاوز تعديل، الازهر الشريف عاوز تغيير، الازهر الشريف عاوز اعاده هيكله في التدريس، اعاده هيكله في المحفظين، في المدرسين. حتى ان انا كنت قبل كده بطالب وزير الاوقاف، وطالبت وشددت على الموضوع ده بقى كم حلقه من الحلقات في قناه الحافظ الفضائيه. قلت وطالبت بان وزير الاوقاف يجيب الائمه اللي هم طبعا دلوقتي عاملين مسابقه والبتاع والكلام ده، وكام و30,000 قدموا في المسابقه، وكام و40,000 نجح منهم 5,000 منهم نجح قد ايه؟ الله اعلم. وعلى مستوى الجمهوريه بحال ما فيش مشاكل. اللي انا بطالب بيه او اللي انا كنت بقول ان الائمه الموجودين غير كفء، اللي مش الذين لا يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يدرون بالعلم. يعني في هناك بعض من الائمه لا يحفظون القران ولا يعرفون حتى شيئا من السنه، يعني كده ائمه كده. فده هل يصلح ان يكونوا ائمه يقفون امام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظون الناس وهم جهلاء بهذا العلم وبهذا الامر؟ فانا طالبت وزير الاوقاف ان هو يعمل إعادة هيكلة لمثل هذه الأمور، فيجيب الأئمة اللي هو عارف إن هم ضعاف، أو شيخ المقرأة أو عد المقرأة عارف إن الإمام ده ضعيف فيجيبه. يكون الكلام ده طبعا بتنسيق، ويكون بأمور بقى أنا مش داخل فيها، لكن يرتبوا الأمور دي، إن هو يجيب الأئمة ديت يعيد اختبارهم من جديد، يعيد هيكلتهم من جديد. لو ما لهوش كفء يشيلوا بقى، يحطوا إداري، يحطوا مش عارف إيه، إنما ما يوقفوش مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجيب الأئمة اللي هم الكفء المختبرين من قبل الإذاعة من قبل وزارة الأوقاف المصرية، يحطوهم مكان الناس دولت. ده نوع من إعادة هيكلة وزارة الأوقاف المصرية. ده عرض واحد من مثل هذا الأمور. تعليق حضرتك على العرض ده إيه؟ والله هو عرض سليم، ولكن الأولى نعم